بسم الله. دلوقتي احنا هنتكلم عن اليونت تيستنج. اليونت تيستنج طبعا من اسمه كده هو بيتست اليونت اوف البروجكت بتاعك. طب التيست يبقى يعني ايه اليونت، او ممكن تكون زي ايه يونت مثلا زي ايه؟ عندك ممكن تكون يونت زي الفانكشن، عندك ممكن تكون عند الاند بوينت بتاعتك، ممكن تكون زي الكلاس مثلا، دي كلها عباره عن يونتس اوف البروجكت بتاعتك، فهو بيعمل لها تيستنج. تمام، حلو كده. طب إيه عشان تطبق الابلاي اليونت تيست عندي فبحتاج فريم ورك، وبحتاج او لايبريز زي ايه؟ عندك ان يونت، عندك اكس يونت، عندك نوك، الحاجات دي كلها بتستخدمها علشان تابلاي عندك اليونت تيست. طب جميل جدا، احنا استخدمنا في البروجكت عندنا اكس يونت واستخدمنا الموك. عشان تبدا انك الحاجات دي تبدا تستخدم، طبعا لازم تنزل اول الباكج بتاعتنا. احنا نزلناها ومثلا باكج، لو جبنا مثلا عبرنا مثلا هنا فيو، هتلاقي عندك باكج اسمها موك فوريش اكس يونت، وفي باكج تانية اسمها اكس يونت رانر فيجوال ستوديو. ده عشان ارن اليونت تيست عندي او الاكس يونت عندي على الفيجوال ستوديو. طبعا احنا نزلنا الموك لايبراري والاكس يونت والاكس يونت رانر. تمام تمام او كده. طب دلوقتي عشان انا اتست اعمل تيست، بس عندي كنترولر زي ده، والبون جوز الكنترول ده في كذا اند بوينت زي الايه السبميت بوكينج. عندك مثلا زي البوكينج هيستوري. انا عايز اصلا الاند بوينت دي انا عايز اتست البيهيفير بتاعها. طب البيهيفير بمعنى ايه؟ انت عندك كذا بيهيفير، كل اند بوينت عندك كذا بيهيفير. في بيهيفير مثلا او كيسز مثلا نسميها كيسز. دي كيس من الكيس مثلا انك لو انت الريكوست جاي لك صح وتمام، فهو يعدي من الاف دي وهيروح يكلم السيرفيس اللي كانت داتابيز ويرجع لك ريسبونس، وترجع ريسبونس في شكل ايه؟ اوكي ريسبونس. تمام. في كيس تانية لو انت الريكوست ده في ايشو معينه، في مثلا حكومه بمال فيجي لك الموديل ستيت مش فاليد، ويجي لك بالريكوست اوف الموديل ستيت ده. دي كيس تانية. في كيس تالتة ان هو مثلا لو ضرب اكسبشن هيرجع لك ريكوست اوف اكسبشن والمسج بتاع الاكسبشن. تمام. في كيس رابع، في كيس رابع ان هو بيقول لك لو انت مثلا بعت ريكوست والريكوست فاليد وكل حاجه، وحد من الدف دي ودفع في السيرفيس دي، وكان في داتابيز، فممكن يحصل مشكله ويرجع لك ايرور كود، اللي هو او ايرور مسج او ايرور ريسبونس، اللي هي بتكون عباره عن ايرور كود وايرور مسج. ده بيكون في حاجه حصلت وبيرجع لك الايرور ده، زي مثلا بعت ريكوست والانفاليد سيشن، يرجع لك ايرور كود مثلا 807 وانفاليد سيشن. دي الاربع سيناريو او الاربع بيهيفير اللي انت عايز تتاكد ان الاند بوينت دي شغاله تمام. طبعا عشان ابدا اطبق او اعمل الكيسز دي، التست كيسز دي على الاند بوينت دي، محتاج الاول بكريت بروجكت تاني جوه البروجكت اللي انا فيه. بروجكت عشان احط فيه كنترولر اسميه بوكن جوز مثلا كنترول تيست، عشان تيست البيهيفير الموجود جوه الاند بوينت الموجود جوه الكنترولر ده. فباجي على البروجكت بتاعي او السوليوشن، كليك يمين مثلا، واقول مثلا هنا اد نيو بروجكت، واختار اسم او التايب بتاع البروجكت، اختاره اكس يونت. اكس يونت تمام. واكمل واختار اسم ليه. هيجي طبعا انا كريت هنا بروجكت، فولا كان البروجكت اللي كريته كان اسمه كان جوه دوت تيست. جوه بقى كريت ايه؟ كنترولر هنا في الكنترولر ده، عشان اتست البيهيفير بتاع ايه الاند بوينت الموجوده. تمام تمام. عدى النقطه كده كله تمام.